والله الخوت تاع لوكسمبورغ الا ضريبه زوينه وحق الرب. الرحله ديالنا مازال مكملينها، وبحكم اننا متواجدين في دوله بلجيكا غادي نستغلوا الفرصه ونزوروا الدوله المجاوره دوله لوكسمبورغ. فاش كتولي تسافر بزاف وتولي تشوف بزاف ديال البلدان كتفهم انك بعض المرات كاينين شي بلدان كنتي كتحقرهم حيت ما شايفهمش، ونهار كتشوفهم وكتعيشها ولا نهار كتشوفها وكتوصل لديك البلاصه تما عاد كتقدر تحكم عليها مزيان. اما انت مازال ما شفتهاش ما تقدرش تحكم عليها. مرحبا بكم الخوت في لوكسمبورغ. يا سلام الدرابو ديالهم لها صراحه. لوكسمبورغ بالرجوله كنت حاقره في الاول، ولكن فاش جيت لها بالرجوله لقيت حاجه اخرى، عالم اخر، دوله فريمون زوينه. كنت فريمون حاقره، بس الصراحه فريمون دوله اللي دهشتني في الاول. فاش دخلت لها ما كنتش متوقع انها غادي تكون دايره بحال هكا. لا كاليتي دو في اللي كاينه هنايا في هذه البلاد الخوت طالعه بواحد الريتم كبير الخوت. خصكم تعرفوا ان لوكسمبورغ من الدول اللي عندهم السميك طالع بزاف، يعني الخلصه الا خدمتي هنايا غادي تكون طالع. حنا كنهضروا على اقل صالير كاين هنايا والمينيموم هو 2300 اورو، يعني فريمون صالير اللي طالع بزاف، ومن اكثر البلدان اللي عندهم الصالير مرتفع في اوروبا. دوله لوكسمبورغ كتعتبر هي اكثر دوله عندها الصالير مرتفع في الاتحاد الاوروبي، وهادشي اللي كيخلي ان الناس بزاف تنجذب ليها وتقلب على خدمه في هذه الدوله هذه، وهادشي اللي كيخلي ان بزاف ديال الناس تمشي تسكن في الحدود ديال دوله لوكسمبورغ، كيدخلوا يخدموا فيها وكيرجعوا لديورهم بحكم الصالير اللي مرتفع بزاف في هذه الدوله هذه. بالنسبه للوكسمبورغ الخوت فهي خليط ما بين فرنسا والمانيا، واللغات اللي فيها فهي ثلاثه ديال اللغات. كاينه اللغه الفرنسيه، اللغه الالمانيه، واللغه اللوكسمبورغيه اللي مختارعينها هما ديالهم كيهضروا بها اللعيبات. الحاجه اللي خلاتني انني نحقرها واحد شويه وانني كنت عارف بانها دوله صغيره، عارف بان الصالير فيها مزيان وكل شيء، ولكن كنقول بانها صافي مدينه زعما اللي ما معروفاش بزاف وكل شيء، ولكن الكاليتي ديال الناس اللي فيها فاش وصلت للسونتر فيل وكيبان لك الناس بعقله وبنادم كوستيم لعيبات كذا. هذه العرب فيها ولكن بواحد الشكل شويه قليل وشويه ماشي بحال بلجيكا بيان سور، مي فريمون كتحس بان فرق كبير ما بين لوكسمبورغ وبلجيكا، واخا بيناتهم غير شويه ما كتحس براسك فهمتيني. دخلتي لواحد البلاصه واحده اخرى جديده عاوتاني. حنا دابا كنتسركلوا في واحد الغابه هنايا هاد البلايصه كنشوفوا شنو كاين. نهير واحد صراحه كافي باش انك تشوف هاد البلاد، تشوف شنو فيها. العاصمه ديالها هي لوكسمبورغ بطبيعه الحال. يا سلام شوف الطبيعه كيفاش دايره هنايا. شنو هما البلدان اللي كاينين في اوروبا اللي عندهم صالير مرتفع مع لوكسمبورغ بيان سير؟ دونك اول وحده كتكون وهي سويسرا، من وراها كتكون ايسلندا، ومن بعد كتجي لوكسمبورغ، عاد كتبعها النرويج. هنا غادي تقول لي بما ان الصالير طالع الا والمعيشه غادي تكون غاليه، وداكشي اللي كنت كنتوقع انايا. ما صراحه لقيت ان المعيشه عاديه جدا هنا، يعني ماشي شي حاجه اللي فريمون غاليه بزاف. حتى من الدرابو اللي نورمالمون كنشريه انا هذا ديال السوفونير شريته في النرويج دابا باقي نتعقلوا ب7 اورو تقريبا، هنا شريته ب2 اورو فاصله 90 ولا شي حاجه بحال هكا، اللي فريمون رخيص. حتى بالنسبه للماكله، دونك تغديت هنايا تقريبا ب7 اورو باش تغديت، امبوسيبل تلقاها في النرويج ولا شي حاجه. دونك هنا واخا الصالير طالع المعيشه عاديه، ماشي شي حاجه اللي فريمون غاليه بزاف، وحاجه اللي زوينه. واش فراسكم بان كل شيء فابور في هذه البلاد؟ دولة لوكسمبورغ هي الدولة الوحيدة الأوروبية اللي فيها ترونسبور بوبليك فابور بالنسبة للناس كاملين، سواء توريست أو الناس المقيمين في الدولة، وهادشي اللي كيخليك أنك تستعمل الترانات وسط البلاد أو البيس أو الترام بشكل مجاني وبلا ما تخلص حتى شي حاجة. تطلع في الطوبيس عادي مرتاح، ما كاينش اللي غيهضر معك اصلا. البلاصه فين تحط تيكي ما كايناش بلاصه تجي تدخل وريح فهمتي، تدخل مرحبا بك فهمتي. اجي تسركل في هذه البلاد، عيش اللحظات ديالك، ما كاينش اللي غادي يدوم. باش زوينه لوكسمبورغ الحلاوه كي داير. زعما ما عطاوناش شي لوكسمبورغيه فابور معاهم حتى هي، ولا عطاونا شي بيكالا فابور. هذوك بيكالات زعما والو ما يديروش فيهم شي تاويل ولا شي لعبه، اما الوقت ديالهم اجيو شدوني. شي لوكسمبورغيه تجي تشدني تقول لي عطاني الوراق. والله الا العلامه الدراري العالميه زوينه صراحه زوينه فهمتي. كيوت هاد البلاد هادي عندها الطعم ديالها حتى هي. الناس خدامه دابا كنديروا حنا دابا نقطعوا هنا. كرفاس معكم الخوت في هذا الفلوق، حقاش كاين البرد بزاف هنايا وما كنقدرش نصور كل لحظه، خاص توقف البرد عاد نقدر نصور لكم لقطات. دونك مازال كندوروا في مدينه لوكسمبورغ. كما قلت لكم ان شنو كنت باغي نقول على لوكسمبورغ، مشات لي الهضره. يلاه حيد منها زعما ما يديروش معنا المزيان في هاد اللعيبات هذا، ثم يديروا معنا فيهم المزيان فابور شي حاجه والو زعما. الله يعز هنغاريا احسن سيستم تاع بيكالات الخوت. الناس اللي ما شافوش الفلوق ديال هنغاريا هو احسن سيستم صراحه، بالرجوله رخيص بزاف وزوين، وكيساعد في ديك المدينه تاع بودابست حتى هي عالم خور. اش كتعرفوا عليا الخوت داكشي ديال الله والوالدين. احسن حاجه كتعجبني انا في شي بلاد تلقى شي نافوره فين تعمر لنا، ما نشريوش الماء حنا. وتحرق لوكسمبورغ واخا ما جاتش، ولكن هذيك هي العيب. قرعه ديال الماء ديال الله من العوينه غادي نعمروها كما روما، ما كاين لاش نمشيو نشريو قرعه الماء غاليه هنايا صافي. كلشي ديال الله والوالدين. مشينا كتبقى دوز نهار ديال الحياه السعيده. بالنسبه للتاكتيك اللي درت هنايا في لوكسمبورغ، وانني بحكم ان حبيبنا وخونا عادل هو اللي مستقبلني في بلجيكا في بروكسل،
فقررت انني نجي في الصباح في البيس هنايا ب 20 اورو باش جيت في البيس، وغادي ندوز النهار كامل وما غنباتش في لوكسمبورغ، ما عنديش لاش غادي نبات، غادي نرجع ان شاء الله لبلجيكا اللي عنده تما فين غادي نبات ان شاء الله. فلوق الجاي عاد غادي نشد ان شاء الله دوله جديده واللي هي ان شاء الله غتكون دوله هولندا. دونك غدا ان شاء الله البيس امستردام تقريبا خديته بشي 17 اورو، قل واقيلا قل يمكن شي 12 يمكن شي 12. الور دابا غادي نمشي نشد التران باش نرجع ان شاء الله لبروكسل، وبالنسبه لهاد التران غادي نخلصوا بيان سير لانه بلاد غادي يفوت الحدود، يعني ما غاديش يبقى غير في لوكسمبورغ. كون كان مثلا غادي يبقى غير في لوكسمبورغ وي ما غاديش نخلص والو، ولكن بما اننا غنمشيو لبلجيك ولا غنمشيو لبروكسل ضروري غادي نخلصوا. الثمن ديالو تقريبا شي 25 اورو بحال هكاك، دونك ماشي بزاف. واسهل حاجه قلت لكم باش تنقل هنايا سوا التران سوا الكار، وانا كنفضل الكار. اكس بيس هو اللي تحرك به بزاف احسن. الا ما لقيتيش ديك الساعه تشوف التران. ها انتم الدراري حراقه بلجيكا، يا هذا الدراري رجعت بالبيس لبروكسل من لوكسمبورغ، هبطت في لاكار دو نور بحال هكا فهمتيني، بغيت نقص كدا نقلب على شي بلاصه قريبه من تما، لقيت راسي داخل في شي دروبه. الدراري راه ما يمكنش صحاب الفيترينات والعيبات فهمتيني والحشيش العالميه تما والمغاربه والجزائريين فهمتيني منوضين تما. دخلت في شي دروبه كنقول لكم، خديت الشاورما ديالي وزيت السكادو في الضو، كان هنا لنصطفى عاوتاني قري لينا بحال الطاليان ولا شي لعيب. ان شاء الله امستردام غتشوفوا شي لعيبه زوينه، وعندنا قصه زوينه مع ديك امستردام ومع هولندا، كاين مع من غنتلاقاو عاوتاني كما كنسيروا فيديوهات ديالنا كاملين جايه.